معاناة يعيشها سكان دواوير أهل قاضي شهيد الغمامضة والزناخرة التابعة لبلدية وادي صباح، وتتمثل في اهتراء الطريق المؤدي إلى سكناتهم اهتراء كليا. الطريق لها خاسرة ورانا نفوتوا فيها 5 دواوير، وما بالك في المشتى ما لقيناش حتى كي نديروا نفوتوا. راه تمرض لنا مرات تزيد ولا مريض والله ما نلقاو كي نديروا له. خاصنا الطريق راه خاسرة، وهذه مشكلة عويصة، وهذه ماشي راه في نقولوا في عام ولا عامين، هذه مده طويله. الطريقه ضايعه وكاين 6 ولا 7 دواوير، والبزره هم هنا المدنيه تقطع فيهم، والجرار بنوضوا جرار وخسر. الجسر ذلك الممر الوحيد إلى هذه الدواوير هو الآخر في حالة كارثية. القنطرة راه مين يحمل الواد ما عندناش مين نفوتوا باليومين 3، وجات حتى الحماية المدنية. الشعب قال يسكن هنا في الدواوير كاع، راه من يجوا يقطعوا الطريق ما ينجموش، خاصة ولادنا اللي يقروا مساكين الله غالب كي يجوا هنا ينهنوا وتصبوا يحمل الواد وكلش ما ينجموش يفوتوا، يقعدوا بلا قرايه. هذه وحده. الزاوجه قالوا نقولوا حتى التركتور الجرار هذا من يجي يفوت ما يبقاش يفوت، علاش؟ الله غالب المستوى غارقه ما يجيش يفوت. اللي عملوا اللي جا الواد مراه زايده تقطعتها حمايه المدنيه، واللي كان جاي من على 4 حتى بات برا في لوطو، بايت خلا في لوطو بيه بزه هي، وباه يشور البز باه يبدل صوالحه ويبدل الكتوبه تاعه ما كاش، من ثم ولا غادي وين يباتوا. كاميرا الشروق نيوز حاولت الاتصال برئيس بلدية وادي صباح، لكنه خارج مجال تغطية انشغالات المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة إلا تلك النداءات للمسؤولين، لعل وعسى يكون منهم الفرج.